ناس حاجزين في القطر اللي هيروح من أسوان للقاهرة يتفاجئوا إن العربية بتاعتهم اللي حاجزينها أصلا مش موجودة. تعال أقول لك إيه اللي حصل في قطار من إحدى قطارات الصعيد، كان متجه يعني من أسوان للقاهرة. وطبعا الراجل السواق بتاع القطر طلع بالقطر من غير ما يعد العربيات بتاعة القطر. فالعربية رقم 9 من عربيات القطر كانت مفقودة أصلا، والقطر اتحرك عادي من أسوان ورايح للقاهرة. طبعا حصل مشاكل كتيرة جدا للركاب اللي كانوا حاجزين، وما لقوش طبعا أماكنهم ولا لقوا كراسي. طبعا السواق بتاع القطر اضطر ان هو يقف في محطة الأقصر ويوفر لهم عربية من جديد علشان الناس دي كانوا حاجزين. وطبعا ما ينفعش يعني يقفوا ما يلاقوش الكراسي بتاعتهم. الغلط كانوا بيقولوا ان هو مش من السواق، ده الغلط من ورش التصنيع اللي ما حطتش العربية ديت قبل ما القطر يتحرك. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، لو اتعرضتوا لموقف زي كده هيبقى ايه رد فعلكم، وتفتكروا ورشة التصنيع المفروض تتحاسب ولا لأ؟